النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طاجن باميه في الفرن. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا لحمه كده متقطعه قطع صغيره، نزلت بيها في حله فيها شويه من الزيت. الزيت طبعا سخن، نزلت باللحمه هفضل اشوح فيها كده لحد ما تغير اللون بتاعها. اللحمه هنا انا مقطعاها قطع صغيره عشان هتكون في الباميه. هفضل اشوح فيها كده على نار عاليه، بس خلي النار بتاعتك لما تيجي تشوحي لحمه او فراخ تكون على نار عاليه عشان ما تنزلش الميه اللي فيها. وبعد كده نزلت ببصلايه متقطعه قطع صغيره، هشوح البصل مع اللحمه لحد ما البصل يدبل معانا كويس. بعد كده هنزل بمعلقه من الثوم المهروس. هفضل اقلب كده لحد ما البصل واللحمه والثوم يتشوح كويس والبصله تدبل معانا. خلاص كده تمام. بعد كده هنزل عليها بمعلقه من هريسه الشطه، وهريسه الشطه دي اختياري. لو انت حابه الباميه بتاعتك كده تكون سبايسي وحراقه حطي هريسه الشطه، مش حابه خلاص ما تحطهاش. بعد كده هنزل بمعلقتين من الصلصه. قلبتها كده كويس وهنزل بالبهارات. حطيت معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكمون وبابريكا ورق لورا. بعد كده نزلت بعصير طماطم. هقلبها كده كويس واسيبها لحد ما الطماطم تستوي، وبعد كده هزودها كوباية من المية وهدي عليها النار واسيبها كده تتسبك كويس واللحمة تستوي كمان معانا. خلاص كده تمام. معايا هنا طاسة هناخد فيها شوية من الزيت. هنا بقى نحمر بتنجان. معايا البتنجان غسلاه كويس. بعد كده فتحته بالسكينة والزيت بتاعك يكون سخن. مجرد ما البتنجان ياخد لون هنقلبه على الجهة التانية. طبعا بنفتحه كده بالسكينة عشان لما نيجي نحط فيه التملحة بتاعته. خلاص كده تمام. قلبته كده على كل الجهات عشان يستوي كويس. بعد كده هخرجه من الزيت وهننزل كده بشوية من الشطة. الشطة طبعا مجرد ما بتنزل في الزيت يا دوبك بتاخد لون خفيف كده وبتخرجيها، عشان لو سبتها تحمر قوي هتنشف معاكي. فيا دوب هتحطيها كده وتقلبيها تقلبتين وبعد كده تخرجيها من الزيت. شايفين عايزينها بالشكل ده كده. هنا بقى معايا توم ومعايا فلفل احمر وفلفل اخضر. هاخد عليه كده شويه من الملح ومعلقه من الخل ومعلقه من هريسه الشطه وهفرمه كده. دي الدقه اللي احنا هنملح بها البتنجان والفلفل والطماطم. خلاص كده نزلت بمعلقه من الخل وهفرمها كده كويس انعمها كويس. خلاص كده الدقه جهزت معانا. هبدا افتح بقى البتنجان وهنملحه بمعلقه الخل اللي احنا حطيناه برضو، هتخلي لون البتنجان يفضل معاكي ابيض كده، اللون بتاعه ما يغيرش. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص ملحنا البتنجان وهنملح الفلفل. خلاص شايفين ما شاء الله الطبق بقى شكله عامل ازاي. هنا بقى هنملح طماطم. زودت شوية كده من نعناع المجفف، يعني نعناع مجفف كده فرمته كده وازود بيه التمليحة بتاعة الطماطم الدقة.
هيخلي معاكي طعم الطماطم حلو قوي. النعناع بيدي للطماطم المتخلله طعم. هفتح كده الطماطم طبعا، والفتحه بتاعتها مش بوصل بها للاخر. ما توصليش بالفتحه كده وانت بتفتحي بالسكينه للاخر. خلاص كده تمام. هنشيل البوز بتاع الطماطم كده من قدام، وبعد كده هنفتحها زي ما قلت لك. ما توصليش الفتحه للاخر عشان تفضل الطماطميه شابكه كده في بعضها. وبعد كده هنملحها من الدقه اللي احنا عملناها. خلاص كده تمام. خلصنا كده كل حاجه. هنروح بقى اللحمه اللي احنا كنا سايبينها كده على البوتاجاز. طبعا هي دخلت في التسويه معانا. جبت طاسه وخدت فيها شويه من الزيت ومعلقه من الثوم المهروس. طبعا الباميه اللي انا هستخدمها دي كانت متفرزه. عشان متفرزه بعمل الخطوه دي بتغير طبعا في طعمها، اللي هي شويه الزيت ومعلقه الثوم. بسيبها كده على نار هاديه لحد ما بتفك كويس. بعد كده بفضل اشوحها مع الثوم، بيدي لها طعم وريحه حلوه قوي. خلاص كده شايفين اتشوحت كده كويس. هنا بقى هنزل على اللحمه بمعلقه صغيره من الملح، وحطيت كده كام قرن من الشطه. وبعد كده هنزل بالباميه وهسيبها تاخد هنا غلوتين. بعد كده نفضيها بقى في طاجن او بايركس او صينيه، اي حاجه متاحه عندك، وهندخلها الفرن. خلاص شايفين بعد ما سبتها غلت كده كام غلوه. هفضها في الطاجن وهدخلها الفرن. خلاص كده هنا بقى عملت لها توم في شويه من الزيت كده، حمرتهم على البوتاجاز وعملت لها طشه. هتفرق معاكي طبعا في طعم الباميه. كده خلاص دخلتها الفرن لحد ما اتسبكت كويس. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي. طبعا ودي الطماطم المتخلله والبتنجان والعيش. ودي كانت وصفه النهارده. يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين شكل الباميه ما شاء الله عامل ازاي. اشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.